أبو نزار قال بالحرف الداني صرح مقالي بمضمون الخفاء، والقافية رتبت ما داخلي تعبير بإحساس شاعر مرهفا، في مضلعه باسم مولاي الولي بدأت والقلب بالله اكتفى. سلام يا دار شامخ معتلي بالمرجله والشهامه والوفاء. سلام يا دار شامخ معتلي بالمرجله والشهامه والوفاء، شيد مدامي كهالمس علي على صفاخة واصحاب صفا، بالمعرفة عاشف الدهر الخلي وخلف غمارتك في الاختفاء، ونعم بهم قلتها في زمني من قلب ودي وهاجس من صفاء، وابو مراد وصله يا مرسلي لغربته والوفي باي القفا، وقل له حضرنا وخاطرنا سلي لبيت بنوار الافراح اختفى، نقول بالمختصر والمجملي مبروك يا من لقضفه يقضفه، واختم بمن به همومي تنجلي بدر الدجى والنبي المصطفى، واختم بمن به همومي تنجلي بدر الدجى والنبي المصطفى. حزان ابو نزار. وعليكم الجواب من كلمات ابو مراد عبد الله علي ناصر المسي. بدعت بالله واحد معتني مولى الجلالة أنا له أسفا، ونحمده واشكره فيما يلي واستغفره من لجلة نظفا، من بعد يا مرحب الفرع الهلي ولحمد خوه شامخ نيفا، يا هاجسيها واتالي من منهلي انا عرفك دوم ما تتعيفا، تاخذ من الزين تجليه جلي من عذب صافي تصفيه صفا، للحمة الجوانب وانا ابو علي الهيم يواجه ولا لقى القفا، وابو مراد كونه الفرع الشلي نعم النماره بهم يتشرفا، وعاد ذاك ورتان المسي علي ذي كان شيخ المواقف يوقفا، قاد المعارك وهي تقلي قلي من نايف الجوف لا حمر حفا، يشهد له الدوايب والجرمالي للخصم لحفي ما شافه الدفا، للخصم لحفي ما شافه الدفا، هو رحمة الله على حزب علي كان فيه حكمة وقاضي يعرفها، واهل الخانة كل شاجع مرشلي ونعم بهم هم حزام الطرف، ونعم بهم هم حزام الطرف، صلت على المصطفى في زمني مطاف والبيت وكبر في الصفا، مطاف والبيت وكبر في الصفا. صح لسانك.